سلام. هذا قصه ديال واحد الدري عاش اكفاس حيشه ممكن تخيلها. واحد الدري سميتو احمد، هو من واحد الدوار نواحي فراود. هو شلح، وما بغيتش نقول هذه السميه حيت شويه عنصريه نوعا ما، ولكن قلتها باش نوصل لكم الفكره اكثر. نرجعوا عند السي احمد اللي عايش طفوله صعيبه بزاف. كان قراي وعنده صحابو كانوا كيحلموا يمشيو للكوليج في المدينه ويكملوا قرايتهم، وديما كيهضروا على ديك الاحلام، لا نمشيو للمدينه غنتساراو وغنزوروا هذه البلاصه ونمشيو لهذه البلاصه ونتصوروا في هذه البلاصه. المهم متحمسين بزاف باش يمشيو للمدينه. مي احمد ما عرف شنو كيتسناه، خاصة أنه من عائلة فقيرة، والأب ديالو فلاح عنده شوية جنانات ومنهم عايش كيغرس فيهم شي ميطيشة شي بصيلة فليفلة، وهذا الشيء اللي خلاه ياكل فيها ويحمد الله. المهم أحمد اللي كيعيطوا في المنطقة ديالو حمو، باللي وصل للسادس ناجح وبميزات حسن جدا، وكيجري عند بابا وامو باش يفرحهم. دخلوا كيبكي بالفرحه وقال ليه ماما راني نجحت، ومو فرحانه بزاف وعنقاتو، وباه جاوبو وهو جالس في واحد البلاصه. هاد البلاصه بحال اللي قلتي الصاله، وهاد البلاصه في الباديه راه شي حاجه يعني اللي جلسه فيها ما تخيلش. جاوبو قال له مبروك عليك اوليدي، ولكن ردة الفعل ديالو عاديه. هادشي اللي خلى احمد يسولو واش ما فرحانش بابا. مي باباه ما جاوبوش، ولا دخلت امو قالت ليه بالعكس اوليدي باباك فرحان بزاف، غير اليوم عيان شويه. صافي هكا داز داك النهار، الغد ليه جالسين كيتغداو وشويه تسول امو قول لي وليدي شنو غدير دابا ملي نجحتي. قال لي احمد ان شاء الله بغيت نكمل قرايتي ونفرحكم ونخدم. وهنا جاوبو باه بنبره صوت هادئه، سمعنا وليدي هادشي اللي كتمنى صعيب بزاف، راك عارف حالتنا وخدمتي يلاه كتوكلنا. منين وليدي غنجيب لك فلوس الكرا ولا فلوس الخيريه وزيد عليها غتحتاج فلوس كل الشهر؟ هادشي كله ما عنديش اوليدي. احمد عينيه تغرغروا بالدموع وما عرفش شنو غايقول. من واحد الناحيه بقى فيه الوالد ديالو وداك الشيء اللي قال كله عنده فيه الحق، وواحد الناحيه كيشوف حلم ديالو ما قدرش يحققه. هنا ناضو باس راس الاب ديالو ونتقل لهم تصبحوا على خير. الام ديالو متاثره بالمشهد بزاف وقالت لعلي اللي هو الاب ديال احمد زعما ما كانش كيف دير، واش ما شفتيش احمد كيفاش ولا؟ خاصنا نشوفوا كيفاش نديروا باش ولدنا يقرا. شاف فيها الداعي قال لها اسمي يا فاتحه، انت عارفه حالتنا وانا ما يقبل عليا حتى واحد نخدم عنده، حيت انا كبر في السن. هاد الجنانات اللي قابلين عليا يلا كناخذ فيهم داك الشيء اللي كناكلو. هكا كملوا نط فاتحه تنعس، والغد ليه فاق والد ولقى الاب ديالو حداه كيشوف فيه. قال لي صباح الخير بابا، وباس ليه راسو. قال ليه مالكيك لاباس؟ ولش نفيق ولقاك في جنبي. قال ليه با واش مقلق مني البارحه وليدي؟ قال لي احمد لا بابا انا فاهمك وكنشوف كل شيء، الليل كله بابا كنفكر كيفاش ندير باش نعاونك. هنا اقترح عليه الوالد ديالو عنده واحد صاحبه في كازا، يعني في الدار البيضاء، قال ليه تمشي تخدم عنده. واحمد مشى لكازا وتلاقى به الصديق ديال باباه، وداروا بين ولادو كل الصباح احمد كينوض ويخدم، والحلم ديالو انقاذ عائلته من الفقر اللي عايشين فيه. المهم واحد النهار احمد دخل للدار ديال الصديق ديال الاب ديالو ولقاهم جالسين كياكلوا، وسمع مراته قالت ليه واش مازال ما هداك الله تبعد منا هاد الخطيه. وهنا زاد حقد وما بقاش مرتاح. الغد ليه مشى كيف ديما للحانوت. ملي جا صاحب باه قال ليه عمي اسمح لي خاصني نمشي. وقال لي صاحب باه علاش وليدي ما خاصك شي حاجه ولا اديناك في شي حاجه؟ قال لي احمد لا عمي غير صافي ما مرتاحش بغيت نبدل. وهكا احمد ناض وخرج يقلب على ما احسن، وبدا الحال كيظلم. وملي عيا ما يقلب مشى لواحد الجريده بغى ينعس، يلا حط راسو شويه وقفوا عليه الشفار وحيدوا ليه داك الشيء اللي عنده وضربوه في كرشو، الشيء اللي خلاه يغيب وما فاقش الدار الصباح. اللي فاق بكى بزاف ودعا ربي وقال يا ربي حن عليا. شويه تفكر عائلته وخوتو الصغار، با اللي غير مسكين، وناد كيقلب على الخدمه. وما قلتش لكم احمد عنده واحد العقل خفيف. ملي مشى تيقلب على الخدمه داز حدا واحد كراج ديال الميكانيك، سمع شي واحد كيهضر بالشلحه، قال ارا نسول هذا ما حدو هو شلح، هو غيفهمني اكثر من اي واحد. مشى سولو سلام اش الحياه تقيت شنو حب الخاطر بغيت نخدم. قال لي سير عند الباترون، والباترون هو واحد السيد متسلط وكيستغل الدراري في الخدمه، يعني كيضرب به تماره الشهر كامل ويعطيه 4 دريال. غير واحد الحاجه الزوينه في ديك المحل في واحد السيد يصايب الطوموبيلات اللي كيخدموا بالسيستيم، يعني غير جالس وشاد بيسي وقال مع راسو يا ريت كنت بلاصه هذا السيد. والحلم ديالو اللي خلاه يتقرب لذاك السيد من وسط الخدمه ودار معاه صداقه باش يتعلم منه. وحيت عقل احمد خفيف ما دازت شهرين حتى ولا احمد كيطير في داك الشيء كله، وشافو داك السيد ولا كينافسو وحسدو، قال مع راسو هذا جا غير باش يسرق مني الحرفه. هنا بدا الشيطان يوسوس ليه الشيء اللي خلاه يفكر كيفاش يدير معاه. في الاخير تحت عليه واحد الفكره جهنميه، انه خدا شي فلوس في لاكيس وحطهم في جيب ديال الجاكيت احمد. بالليل ملي سالو خدمه مولشي لقى الفلوس ناقصين، سولهم الدراري فلوس ناقصين شكون شرا شي حاجه ولا خلص شي حاجه، فينا هي الفاكتوره. وين كل واحد قال ليه ما شرينا والو، ولا محل سمعوا الدراري الفلوس ناقصين وما غنخرجوش من هنا تيبانوا غير باش نتفاهموا. هو ينقز هذاك الميكانيكي الحريفي قال لي شوف شكون دخل علينا جديد، واصلا شفتو هاد الايامات غير كيدور حدا لاكيس.
وهذا الشيء اللي خلى احمد يتقدم وقال له مول المحل هاك خواجي قلبني الا شك فيا. بدا مول المحل تيقلب شويه يطيحوا فلوس من جاكيت احمد. احمد مصدوم ومول المحل تيشوف فيه. شنو هذا الشيء السي احمد؟ دخلناك من الزنقه وانت كتشفرنا. احمد كيحلف لي والله عمي ما عرفت فين جا ولديك الجاكيت. مول المحل تعصب وصرفقو وقال لي خرج عليا يا الشفار. وهنا صافي احمد تدمر. هادي تاني خدمه مشى ليها وخرج منها ومازال ما دار في جيبو حتى ريال. والدي كيتسناو وعام الاول كامل دوزو هكا من الزنقه للزنقه بريكول هنا لما بيت هنا. توصل العيد الكبير نزل احمد لبلادو وجيبو خاوي ونفسيتو مدمره. يعني راه صعيب والدي كيتسناوك تعاونهم وانت مشيتي عام وراجع زيرو درهم. ولكن ما نساوش احمد ولا معلم في الميكانيك. وهذا الشيء اللي ما عرفوش والدي اللي مصدومين ملي دخل عليهم ولدهم. انا قدر عليه با يخدم معاه في جنانات. مي احمد رفض قال لي غنرجع للمدينه. الوالد ديالو يا ودي الله يهديك وليدي دعمو في المدينه وما درتي والو. ولكن احمد حس براسو انه في المدينه غيوصل. هذا الشيء علاش قنع والدي ورجع للمدينه. وهاد المره مشاو كيقلب على ديك الحرفه اللي تعلم 10 ايام تيقلب وكان تيبات في المحطه بعض المرات شي جريده. حتى واحد النهار غادي في التروطوار وهو يلقى واحد السيد الطوموبيل ديالو وقفاتو جايب واحد ميكانيك وسمع احمد قال ليه طوموبيل الحج ما تنفهم فيها والو. هادي كتخدم بالسيستيم وخاص معلم خاص اللي قاري على هادشي باش يصايبها لك. هنا احمد كيشوف هذه فرصه باش يبين القدرات ديالو. الشيء اللي خلاه يتدخل السلام عليكم. وعليكم السلام شنو وقع عمي ياك لاباس. الميكانيكي يجاوبوا اللي وقف مع الحاج صحاب احمد واش شي متسول قال ليه سير الله يسهل عليك. يقول لي احمد انا ميكانيكي ونقدر نعاونكم. وهو يضحك عليه الاخر يا صاحبي فين تلعب هادشي بزاف عليك. هو سكتو داك مول الطوموبيل قال ليه وليدي واش كتعرف شي واحد في هاد البلاصه قادر يصايب لينا الطوموبيل يعني ماشي طوموبيل عاديه. ويقول لي احمد ممكن نشوف انا ميكانيكي ونقدر نساعدك. دخل الطوموبيل عوض انه يحل جهه الموتور وكيشوف شويه وسولو قال لي خاصنا حاسوب ومن خلاله نقدروا نعرفوا الاعطاب اللي موجوده في السياره. وزاد قال لي انه كاينين اجهزه لفحص مثل هذه السيارات وكيتم توصيله مع السياره وذلك قريب من العجله. مئاسي الحاج اللي كاين شي بيسي غير خاصني نستالي فيه شي برامج وما يكون ان شاء الله غير خير. معلومات اللي عطى احمد الحاج مول السياره تق فيه وكيشوف بلا بصح معلم. الشيء اللي خلاه يعطيه فرصه جاب ليه داك الشيء اللي طلب وعطاه وقت كافي. وبعد 5 ساعات السياره دارت امارش والحاج فرح بزاف وقال لي الله يعطيك الصحه. ب 3000 درهم قال لي شد. قال لي احمد لا السي الحاج حاس صحابو واش ديك الفلوس قلع زاد لي 2000 درهم. وهنا قال لي احمد لا السي الحاج هانيه ما درت غير الواجب. هنا الحاج مصدوم علاه كاين شي واحد في هذا الزمان تعطيه فلوس وما يشدهمش. سول حماد فين خدام وليدي. مازال الحاج ما خدام وعاود ليه القصه ديالو. الحاج تاثر بزاف وقال ليه ركب معايا. داه الفيلا ديالو عطاه ياكل. والحاج ما عندوش ولاد هو وناطو اللي في الفيلا. والسيد عنده شركات وعنده فروع في الدول من غير المغرب. مهم من بعد يومين الحاج اقترح على احمد يخدم معاه وبلا تردد وافق احمد. ناض الحاج حل ليه محل كبير وجهزوا بكاع داك الشيء اللي غيحتاج الميكانيك يخدم بيه. وخدم فيه احمد قال ليه انت تكلف زادوا شي خدامه. والحاج قال ليه جيب عائلتك. وهنا احمد ما متيقش هذا الشيء كله اللي خلاه بغى يتسطى بالفرحه. جميل انه الحاج مشى معاه للبلاد باش يجيبوا عائلته. وصلوا فرحوا بهم دوزوا نهار زوين وجمعوا حوايجهم وجاو للمدينه. الحاج عطاه واحد البارطومون كاينه نيت فوق داك المحل. احمد صافي ما بقاتش الابتسامه كتفرق وجهه من بعد معاناه كثيره. والوالد ديالو ايضا اللي كيقول ليه الله يرضي عليك وليدي وتسمح لي وكيبكي. قال لي اسمح لي حيت كنت ما قدرتش نعاونك تقرا. احمد مسح دموع بابا اللي حنا هنا بسببك بابا. يكفيني داك الحنان اللي كتعطيني انت والام ديالي ويكفيني انك كنتي سبب باش نجي لكازا ونبدا من الصفر. توصلنا لهنا. المهم حياته زوينه دازت 5 سنوات وكل شيء هو هذاك. والحاج فرحان بزاف انه كان السبب باش ينقذ واحد العائله وساهم في نجاح احمد. من بعد يومين الحاج مريض ونعس في السبيطار. ما عمرو نعس هكا وما عمرو جاتو ديك الاعراض. مشى احمد باش يشوفو مي للاسف لقاه مات. الحاج اللي كان سند كبير احمد مات. دازت مراسم الجنازه كلشي سالا واحمد ما عرف شنو غايدير وكيفاش غيكون المصير ديالو من بعد ما مات الحاج. وخاصه بانوا شي اقارب ديالو وكيقلبوا على الورد. هادشي اللي خلى الحاجه تعيط لاحمد. عيطات الاقارب ديال الحاج وجلساتهم وقالت لهم الحاج خلى لكم واحد الوصيه واللي غنقراها عليكم. وبدات بالاقارب ديال الحاج لكل واحد فيهم خلى ليه واحد القدر ديال المال وقالت لهم بامكانكم تنصرفوا. واحمد وصلت نوبته بدات الحاجه كتقرا ليه الوصيه وشكروا الحاج وقال ليه راك بحال ولدي جيتي في وقت كنت محتاجك بزاف ودرتك ايدي اليمنى وما عمرك خيبتيني. شحال من مره جربتك خليت لك فلوس في الطوموبيل ليك داري وما عمرك قصتي شي حاجه اللي ماشي ديالك.
وبحالك قلالو في هذا الزمان. هذا الشيء علاش وليدي فكرت مزيان انا والحاج اننا نكتبوا لك المحل بسميتك، وايضا البارتومون اللي ساكنين فيها انت وعائلتك، وحتى الطوموبيل اللي ديما عندك في المحل ولات ديالك. وهذا الشيء كلشي حيت انت ولد الناس وكتستحق. وهنا كنستنتجوا انه الا عشتي في الحلال وما عمرك قصدتي الحرام وكنتي مرضي الوالدين، كون اكيد ربي ما عمرو غيخليك وغيجازيك على كل شيء. هذه قصتنا مع احمد اللي الضمون ديالو اللي غناخذوا منها انه مهما دوزتي من مصاعب في الدنيا كون اكيد بلا هما اللي غيقويوك وغيخليوك توصل. هنا سالينا ونقول لكم ان شاء الله موعدنا في الفيديو الجاي. سلام.